لمناقشة أبرز هذه العناوين ينضم إلي من كارديف البريطانية الناشط والحقوقي وكذلك المدون أحمد سقلاب. أحمد سقلاب، بعد الترحيب بك ربما نبدأ من حيث انتهينا من الوطن، قضية التوقيفات في الميدان الإعلامي والميدان الفني في الجزائر. وربما نقول أن المتهم الأكبر هو قناة النهار. الوطن تقول قرينة البراءة لم تحترم، التشهير بصحفيين وفنانين وممثلين في هذه القناة. ونقرأ كذلك في عنوان النهار بزنسية بيد أصحاب شكارة للابتزاز بمواقع إلكترونية. يعني التحقيقات لم تفرج على شيء، نسمع كل هذه الاتهامات عبر قناة فضائية، قناة تلفزيونية. ما رأيك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أخي عادل على الاستضافة. والله أدلي برأيي في هذه القضية هذه بصفتي يعني سبق لي يعني تعرضت لاتهامات يعني أخطر من هذه، وحتى هذه قناة النهار يعني اتهمتني باتهامات باطلة، ولحد الآن لسه ما زال الخبر يعني اللي بثته قناة النهار موجود على اليوتيوب، يعني خبر باطل وكاذب لا أساس له من الصحة. القناة هذه صراحة يا أخي يعني فقدت كل مصداقيتها عند الشعب الجزائري. تعمل لأناس يعني لأجنحة خاصة، يعني ليس لصالح الوطن، وليس مثل ما تعلمنا نحن وعرفنا من الصحافة أن الصحافة تكون محايدة، لا تتدخل في أمور يعني لا تعطي رأيها يعني، وليست يعني هي عدالة أو لكي تحاكم أو تدخل أناس أو تخرجهم من السجن. قناة النهار قاعدة كما نقولوا تخترق في الأعراف المتعارف عليها لدى الصحافة، ومن يوم عرفنا الصحافة يعني ليست بهذه الطريقة، أصبحت قناة للمرتزقة، قناة يعني لا تراعي لا المشاعر ولا الإنسانية. ونعرف أن الصحافة من أكبر الأجهزة التي تراعي الإنسانية ولا تتدخل حتى في الأديان وحتى في الأمور يعني، ولا تبدي يعني تحيز ولا انتماء لأي جهة كانت. يا أستاذ أحمد، احنا تابعنا ما تبثه يا أستاذ أحمد، احنا تابعنا ما تبثه النهار، لكن لم نفهم يعني بالتدقيق ما هي الاتهامات الموجهة لهؤلاء المسجونين أولا، ومن هو الذي رفع قضية ضد هؤلاء، أم أن العلاقة أو الأمر يتعلق بتصريحات أمير ديزاد المدون المثير للجدل والمتابع من قبل الملايين؟ سيدي الفاضل، القناة هذه كاين الناس هذو اللي فضحهم امير ديزاد. انا نختلف مع امير ديزاد في بعض النقاط وكذا، فيما يتعرض يعني فيما يتعلق ببعض الامور هكذا النقاط كذا، ولكن هذه حريته الشخصيه ربي يسهل عليه. انا الحاجه اللي تهمني انه الناس اللي فضحهم امير ديزاد هم اصحاب المال الفاسد اللي وصلوا انيس رحماني لهذه القوه اللي راه فيها. انيس رحماني الناس هذو يملكوا قناه، هي قناه النهار. هذا الناس هذو أصحاب المال الفاسد كما نقولوا كيفاش فداء للأنيس رحماني، شغل هما خبزتوا كما نقولوا بالعامية، يعني يدافع عليهم يعني بقلب ورب كما يقولوا بالعامية الجزائرية. يعني هذا أمير ديزاد مسلوا كما نقولوا الخبزة، مسلوا المصدر اللي راه معيش أنيس رحماني وموقف القناة على رجليها كما نعرفوا كاع احنا. خلينا نرجعوا لقضيتك انت احمد سقلاب. انت تقول انه قناه النهار شوهد صورتك واتهمتك باتهامات باطله، لكن مع هذا هل سجنت بفعل هذه الاتهامات التي وجهت اليك من قبل هذه القناه؟ سيدي الفاضل، انا قناه النهار
كذبت حتى على وكيل الجمهورية ولم يحاسبهم وكيل الجمهورية. كذبوا عليه، قالوا بأن وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية يصدر أمر بالقبض على أحمد سقلان، وأنا هذاك الوقت ما أصدر لا وكيل الجمهورية علي أمر بالقبض ولا أي شيء. راح خويا استفسر، أنا كنت في حالة فرار، راح خويا استفسر الوكيل الجمهورية قال له هل أصدرتم أمر بالقبض؟ قال له إحنا ما أصدرناش أمر بالقبض على أحمد سقلان، ولو أصدرنا أمر بالقبض ما نصدروش أمر بالقبض، نبعثوا له كونفوكاسيون عن طريق الشرطة يجيبوه. وظلت قناة النهار تنشر في الخبر هذا وتروج فيه حتى كما نقولوا استساغوا النائب العام وقال بأنه هذا هو يكون الكبش فداء من ناحية الطائفة المالكية ومن ناحية العرب. يعني قبضنا كمال فخار، وحتى كمال فخار المتهم يعني بتهم خطيرة جدا وكلها يعني مجرد تلفيق. أنا نشوفها بأنه كانت كاذب على الرجل. قناة النهار تهمت كمال فخار بأنه كان يجيب في السلاح من ليبيا ويتجسس مع المروك ويتجسس كذا، هما والله يكذبوا عليه، لا أساس لها من الصحة. الرجل كان مناضل، وكان أنا مانيش ندافع على كمال فخار لأنه هو ماكيست ومن حركة الماط وانفصالي وكذا، ولكن كان يدافع بطريقته بعقليته. ولكن باش تنشر عليه قضايا إرهاب وقضايا قتل وتنشر عليه بقضايا بأنه كان يجند وكان عنده سلاح وعنده كذا، هذا أمور خطيرة، هذا كذب وافتراء على الناس، هذا كذب. هو عنده أمور خاطئة، صح، يناضل لتقسيم الجزائر ويناضل لكن نشوفوا الآن أنا نبض الشارع، يعني كل هذا ما بثته يا أستاذ أحمد، يعني كل ما بثته قناة النهار، يعني 24 على 24 وما يتكلموا على هؤلاء الصحفيين المعتقلين، وكذلك الممثل الفكاهي الذي قبض عليه، وكذلك اللاعب السابق في مولودية العاصمة. اليوم نشوفوا نبض الشارع، يعني هذا البث المتكرر في قناة نهار لم يعطي ثماره، ونشوف اليوم نداءات من كل حدب وصوب يطالبون بغلق هذه القناة. هل تتفق معه؟ سيدي الفاضل، أنا مع كل احتراماتي للناس الموقوفين، مع كل احتراماتي ولهم كل التقدير والاحترام، لأنهم هذا الناس هذو شرفاء، منهم منير دوب، فضيل دوب، استغفر الله، أخوه هو منير، هذو فضيل ومنير زهاو الجزائر وزهاو الشعب مولودية الجزائر وجياسكا، خونا كمال بوعكاز كذلك، يعني